يا ملك العبد رافع لك يده، يا الله ندعيك يا رب العباد، يا رافع السبع من غير أعمده، وباسط الأرض وانشيت النياد، يلا بحق الزمر والمايدة تغفر لصالح ولو ذنبه وجاد، برحمتك يا رحيم تقمده وسكنه بين الأخيار، الجياد بين النبيين سوه مقعده جنب خالد وطارق بن زياد، ويعصم قلوب أخوته ذي تفقده والناس ذي يقربوا له والبعاد، هي كانت أصحاب صالح واجده في الجبل والحثيلي والسواد، وبدو الأواس وأهل الفدفده وأهل الحمر وأهل المقهل والنجاد، وكان من جاه لازم يسعده يسليه من عذب الأبيات الجداد، وكان يرتاح له يهامده ويدي الناس في القيله مياد، ونشي مواقفه يا مجهده يضرب الحل المشاكل والسداد. أبو علي قال لا حد ينقده هذه السنة بيسويها حداد، وكل ما صار حزنه جدده من بعد ذي فك بيته والبلاد، فك الشواذب ولحمة تساعدهم انها على الرحيلة والشداد. سلامتكم.